ديروا حتى للولائم للاعراس. قد ما نقول لك راح يجي بنين. نزيد شويه للهيفا يطيب ويتفتت. شوفوا كيفاش ما شاء الله. بعد ما نزيدوا له تحميره بالطبع. واهم حاجه طاجين الجبن تاعنا ولا طاجين الفرماج نقسموه هنا على زوج. نزيدو نقسموه هنا طريف على زوج. يعني شوفوا لا فيونداشي كيفاش تجي طايبه حتى للقلب ويجي هذاك لا فيونداشي طري. دوك نعطيكم كامل اسرار النجاح. الفيديو تاع اليوم نتمنى منكم كامل ديروا لنا لي جام وفرجه ممتعه للجميع. نطلعوا لاصوص تاعنا. لاصوص تاع طاجين جبن يعني تقدروا تطلعوها بالطريفه تاع اللحم ولا تقدروا ديروها بالدجاج واش كان متوفر عندكم. العاقه تاع السمن هكذا خفوفي. تعرفوا في الاطباق هادو التقليديه توجور السمن يعطي واحد النكهه خاصه. انا توجور نستعمل وانتم لكم الاختيار. حوالي 2 ملاعق حتى ل3 تاع الزيت كيما راكم تشوفوا الاحباب هكذا. اول حاجه واش راح نرمي عليهم الكركم والزنجبيل. تبعوا معايا الطريقه. نرموهم هما الاولانيين تاعنا يعني يرحوا هكذا رقيق. باش يعطي لكم صوص تكون مليحه. الثوم هكذا يعني الثوم توجور حطوه مع البصل باش كيبدا يدبل هذاك البصل يعطي الريحه تاعو والمذاق. نغطوهم ونخلوهم يتفتكوا غير بالحق. واش راح نديروا؟ اول حاجه الملح كميه تكون كافيه باش البولي تاعنا ما يجيناش مسوس ويعطينا هذيك البنه. بالنسبه للزيتون تاعنا ما تخافوش يعني نحينا له كامل هذيك الملوحيه. راح نجيبوا فلفل كحل وراس الحانوت نحطوهم هنا في الكاو. في الاخير رشه تاع معدنوس ماشي عليهم ونخليهم غير على النار متوسطه. الماء اللي راح نمرقوا به ضروري يكون سخون باش الوصفه تاعنا هكذا عندنا نمرقوها راح تكمل ديريكتوم الغليان. شوفوا هنا الواجهه يعني تاع لاصوص هذا وين مرقنا. تلقاو بلي لاصوص تاعكم راها مخدومه ما شاء الله والمرقه من الفوق تبري بالطبع. نحطوه يطيب ونجوزو نحضروا الوصفه الثانيه. نجو نحضروا الكفته تاعنا. تبعوا معي. عندنا كميه تاع فيونداشي اللحم مفروم راهو هنا 8 ملاعق تاع الزيت. نحطوا هذه الكميه تاع البصل كيما راكم تشوفوا. يعني البصل في هذه الوصفه يلعب دور بزاف هايله. وهذيك الكميه تاع الفيونداشي وتركتوها مليح. هذاك الفيونداشي شوف باش يولي ما شاء الله. راح نجيبوا هذيك الكميه تاع الثوم اللي قلنا 2 فصوص نحركوها هكذا خفيف ظريف ولا سيزونمون اللي قلنا ملح فلفل كحل وشويه تاع الكمون. نحطوهم كامل هكذا. الرشه تاع المعدنوس. دوكا واش راح نديرو؟ نحركوهم مليح شويه نحطوه في ريسيبيون هكذا راهو يبرد غير بعقله. المهم عندنا حبيبات تاع البيض حوالي 5 ولا 6 حبات تاع البيض. نحطوهم هنا في بول ونضربوهم مليح. بالنسبه للاسيزونمون واش راح نديرو لهم؟ اول حاجه عندنا شويه تاع الملح هكذا. قيس الكميه تاع البيض يعني الفيونداشي تاعنا راهو مدرس. ونديروا له شويه تاع فلفل كحل. هذا هو الاسيزون. هذاك الفيونداشي تاعنا ندهنوه كامل بشويه زبده خفوفي صاير داير. نبداو نحطوه خفيف ظريف ونبسطوه ما شاء الله. يعني هكذا يتخدم في الاعراس في كميات كبار في الليل.